تقطع صدق تموت تدمر تدمر. نحب نقول لكم ونبشركم بنفس الوقت واخيرا والحمد لله بان شنو؟ يلا بعد 5 دقائق ننزل الحشوة الصلصة كل شيء. قوة ضاربة محطمة مدمرة. هاي دولمة هيك. هاي دولمتنا المحطمة المدمرة. يعني طبخين انتو يا دولة قلت لها العراقات يعني طبخكم؟ يابا جينا عندنا شغلة قبل جتي طفرت على القهوة. هاي الماكينة من كانت عندش بالبيت شو ما تريديها. ما تريديها. من طلعت من بيتي صارت عزيزة. لا لان انا عرفت قيمتها شنو. ليش؟ انا عرفت قيمتها شنو قمت اجيب لها هاي الكبسولات. لا مو هي من زمان انا اجيب هاي الكبسولات بس انا بالبيت لعبوا نفسي. ليش؟ اجيب بهاي الكبسولات وما القاهن هيجي كل ساعة يسوون ويشربون كاكاو وما اعرف شنو سووها للعب قلت لك شنو اخذ. بس هسه سويت قهوة ماكو بلاطات جاهزة. حطي لها شوية شكر تصير كلش طيب. لا ما اريد مرة اخليها طيبة. يلا من الصبح. هاي اول مرة كل مرة. صباح الخير شلونكم؟ شو اخباركم؟ عندنا شغل بدنا نروح نودي كراتين لغير مكان ووراها راح نروح نتسوق واليوم نسوي ان شاء الله دولمه اذا لحقنا نسوي دولمه. وعندنا مفاجأة بالفيديو بس انتظروا بنهاية الفيديو. راح نقول لهم عن المفاجأة؟ اي صدق؟ اي ليش؟ هي بنهاية الفيديو. يلا. لا تحضروا القهوة واقعدوا على الفيديو. قبل على السلق قبل. شلون السلق يخبوا؟ شوف هاي. اي اخذي لنا 3 مو لو 4. ما شاء الله كبيرة. اي اخذي 3. اي هاي 3 كاب. وخلنا ناخذ منهم نعناع. يلا اخذي نعناع. خباز. خباز. إيه. يلا خربطت لهم السلق. مسواقهم يخبل بعد باذنجان. هاي راح ناخذ من الدولمه. بعد شلون شجر؟ اي صح. الدولمه يجنن. عباك مال العراق. اي ابو هذا سبيناغ لو؟ اي سبيناغ. متاخذين هسه سبيناغ؟ اليوم كله خبر. باكر. حيدر شو السالفه؟ اي والله موت على الخبر. خبر اليوم كله. خلينا ناخذ شو اسمه؟ طبعا احنا بماركت اسمه سوراج، مو اسمه سوراج؟ ما شاء الله عندهم المسواق كله فريش. صدفه اجينا للشركه ذبينا كراتين وهم بصفهم يعني لا متوعدين اياهم ولا اعلان. بس حبيت افيدكم يعني هاي هنا عندهم سلق يخبل. هاي اخذت الشجر. ايه. وناخذ باذنجان. ناعم هم عندهم. ليمون هم اخذي. شلون؟ ليمون شو تبيعوه؟ بالكيلو. بالكيلو بيش كيلو؟ كيلو بورو لا. ليش؟ بيورو الكيلو. الليمون. صدق؟ والله عمي وين بلاش. مفاجأة. تطلع بالفيديو تطلع؟ نا اخونا مو سراج انت؟ ابو ادم صاحب الاسواق يعني تفاجئنا هسه بده يقول لنا كيلو بيورو يعني بلاش بصراحه لان هنا الوحده ب 35 سنت. الاسواق بكيزن كير شنو؟ شكرا. انت قول العنوان احنا مو منتج. بيسمارك شغاسه 134 كيزن كيرشن. بشكل عام الاسعار بكيزن كيرشن يعني رخيصه. رخيصه كلش رخيصه والله. اللالنقي بيش عندكم؟ كلمنتينا؟ اي كيلو ب 2.5. 2.5. والرمان بيش الكيلو؟ الرمان الكيلو ب 2.5. 2.5 اي طبيعي الاسعار. والعرموط؟ 2 يورو العرموط. تمام. اسعارهم حلوه. حلوه اسعار. يلا ناخذ ليمون. يلا اخذي لنا ليمون. كيلو وين اخذين عندنا دولمه. ليش يخلص عندك الليمون هواي؟ يخلوا له فلفل ومدري هاي بهارات ويجي ترموه وياكلوا شيء. الليمون؟ اي والله. انا عبالي الاندومي. لا يا اندومي. هذا هو الاسواق، سواق سوراج جنسن قرشين. وهاي الشركه مالتنا نتعامل وياهم. يعني هم عندهم فرع. اي يعني هنا بصفه. فروعنا ما شاء الله مطشره. طبعا الاسواق كلش رخيصه اللي بكيزن كيرشن يعني انا شفت فرق بصراحه كلش رخيصه وبديسبرغ احنا هوايه اغلى يعني من قال لي السعر قلت له رخيصين راسا يعني ما شاء الله هواي اخذنا من السواق ب 20 يورو. دير بالك اشاره تعال خلينا نسوي لها صوره الاشاره. مو اشاره كاميرا. تعالي خلينا نسوي لها شو تقول؟ طبعا هنا الكاميرا خل اضحككم مال الطرفه يعني طبعا نسولف لكم الكاميرات هنا اللي بالشارع مال السرعه من شخص يعني يمشي اكثر من السرعه المحدده ويضربه فلاش الكاميرا يعني يطقوا له صوره حتى تجي غرامه للبيت. اذا اكو حد معين فوق الحد المعين تجي نقطه على الشهاده مالته لان هي 8 نقاط وتنسحب من عنده شهاده. فالمهم اذا جو ال 20 السرعه مالته جو ال 20 كيلومتر زياده فما راح تجي نقطه. هنا من تجي الكاميرا يطلعوه بس الشخص هو سايق. اي شخص صاعد بصفه ما يطلعوه
يعني يمسحون الصوره مالته. قلت لها مهيره هاي لو بالعراق مو كان راسا نساوموا عليه تعطينا هالقد لو نقول لمرتك اطلع وياك خاف اطلع له وياك يعني، لان هنا اي واحد يقولون هاي خصوصيه احترام، ما يصير حتى اذا هو مخطئ وكان مذنب بس لازم ما ينفضح. فنرجع احنا يعني نقول كتم الاسرار، اي شخص تشوفوه عنده فد سر معين لا تفضحوه، حاولوا تصلحوه، حاولوا هذا يعني مو راسا والله خرطوها لمرته افضحوه. اللي يشوف غلط لازم يفضحه، خاصة اذا رجال متزوج. وتعرفون قصدي انتم شنو كتم الاسرار، مو كل اسرار تنكتم. يابا والله عندي سالفه لكم بس راح اسولف لكم اياها، او هي يعني قصه حلوه وبيها عبره، راح اسولف لكم اياها ان شاء الله على حسابنا بالتيك توك. روحوا تابعوه بس كتبوا عائله عسوله، حسابنا بالتيك توك راح نسوي لنا فيديو هنا حتى نشوفه. مو طويل يصير لان هي قصه بيها عبره وطويله وحلوه. اللي يعجبه يريد يشوف ما يشوف نزلنا الفيديو هنا. والله خلينا يعني اسولف هنا. لا مو بهذا الفيديو، نسوي لها فيديو تمام واحد. تمام ان شاء الله ماشي ان شاء الله. اليوم بالليل يابا، اليوم الا خليه يسولف لنا القصه. شوقت. القصه هي يعني عن الستر. ايه حتى نستر بين معلم وتلاميذه. يلا ان شاء الله نسمع القصه. زين بس لا حد يستر رجال نطلع وحده وياه، هيك اريد اقول لكم. هاي شنو؟ والله لا شنو؟ تقول يا الله يعني باكر عقبه تشوفوني وياي وحده؟ اي تشوفوني وياي وحده قبل تفضحوني؟ اي لا والله العظيم تسكت. احذفها من القناه. طبعا رجعنا للبيت واشترينا سلك، فاكيد نشتري سلك يعني دولمه، تعرفون هاي دولمه لازم، صار لنا هواي ما ماكليها، وهذا الاسبوع يمكن راح نسوي هواي دولمه يعني. فالمهم حضرت غسلت السلك غسله زينه، شوف شلون غسلته والشبنت والمعدنوس. وهنا خليت العضود واللحم بعد ما حاطت لهم زيت، وهنا اللحم مثروم بالايد، اطيب شيء من يكون مثروم بالايد. وهسه نبلش نثرم كل شيء. هسه نخلي شويه زيت للدولمه حتى لا تنسوه، لانه الواحد يشتغل معايا ينسى، وهاي الفقره دائما منسيه طبعا. وهسه خلي اراويكم شغلات حيدر جاب لي اياها تجنن. هاي شغلات من شمالنا الحبيب طبعا. وهاي هو جماعه الشمال يعني معروفين. مال السليمانيه يعني كلها. شوفوا هذا رمان، شوفوا حب الرمان اللي بيه. بس شنو الحموضه ما احكي هي ما تدور. هسه انا قمت اوطي يعني هسه قمت اوطي. وجاب لي هنا دبس الرمان دبس الرمان الاصلي. طبعا كل الدبس الرمان اللي بالمحلات ترى مغشوش. زين هذا اصلي 100%. وجايب لي تمر هند، يعني هذني موجودات، واحد ما يسوي دولمه لا ما يصير. زين وهذا تمر هند الاصلي ومايع ممرود بس نصفيهم. فهسه شو نسوي؟ راح نحط من هذا، يمكن هالمره ما راح احتاج لها للدولمه لمندوزي، راح اخلي لها بس ليمون طبيعيه بعد ما اتحمل يعني. يلا خلينا نثرم الثوم والشبنت. اهم شيء الشبنت. سويت شو كان هالفاقه هاي زغرانه، ايش سويتي؟ زغرناها. وين جيبي بعد شبنت؟ عليك انت قياس. والله قليل هذا الشبنت. هسه نشوف اذا قليل نضيف لان انا احبها بيها شبنت وايد. هسه نحط لك رفس هم نثرموها. هاي بعد شبنت. بدي اقول انا مطلعها. والله انت بتوقف على راسي. مو اعرف انا اعرف المسواق اني متسوقه واعرف. اي انت ما كنت توقف على راسي. هذا احس واحد السيطره النوعيه. عافيه احس السيطره النوعيه فوق راسي واقفه. هذني راح هنا راح اسوي. تعرفون انتم دائما اني هاي الثوميمه مثرومه. انتم هناك على اساس تخلين هنا الصلصه؟ هنا الصلصه وهناك الخضروات، بس هاي لازم خل اثرمها بيه. هسه نسوي البصل شويه اخليه بالجدر على النار بس هيجي، بس تلوح الحماوه انزله لان احنا البصل هنا شويه عندنا يعني قاسي يكون، مو مثل العراق كنا قبل هيك ندقها بالقاع البصلايه تذوب، لا هنا أنا قوي. فهسه ذني كل راح انظفهم واحضرهم الدولمه. وهاي ثرمت البصل هسه
وقت عندنا الطماطة لازم نثرمها بالايد، المعدنوس والثوم ثرمناه. بعد ما عندنا شيء نخلي اللحم والتمن. اللحم ثرمناه همينه بالايد، طبعا يصير بالدوم ما يخبط ثرم الايد يعني كلش طيب. واني هالايام حابه الدولمه اسويها بالتمن مال التركي، يصير خشن او التمن الصيني هم نفس الشيء. نفس الشيء كلش طيبه دا تطلع عندي، كلش طيبه. يعني قبل كنت اسويها بالتمن هذا التمن المدعبل يعني بين قوسين. اي شوفوا هذا شكله هذا. واكيد الطماطه لازم تنثرم ثرم ناعم وبالايد، لانه بالمحضره الطعام تصير مي، تصير عصير طماطه. هنا خاشوقتي الرمان خليت، شوفوا هاي راح اخليهن شويه مي واصفيهن، اطلع المي مالتها، هذا راح يعطي لون الدولمه يجنن. هسه نبلش شنو هنا الطماطه والبصل، وهنا اللحم المثروم بالايد، شوفوا ما شاء الله ثرمت كيلو. وهنا التمن او الرز. زين المقادير كيلو تمن كيلو لحم؟ اقلل كيلو تمن وخليت كيلو لحم مفروم. يعني ايش راح تصير؟ كلها لحم. هي اطيب شيء الدولمه هيك تصير. وهسه مثل كل مره اني الصلصه مال الدولمه اسويها ويا الشبنت والمعدنوس، اسوي الصلصه. بس اول شيء اني اتبل، اسوي التتبيله هنا وبعدين اخلطها ويا التمن والخضروات، تطلع كلش طيبه. مو عبالكم يعني هاي فد فقره اني دا اتفيك بيها لو انه اسوي فد شيء مختلف، لا. دولمتنا العراقيه دائما هي باي بيت باي طعام تكون طيبه، بس صدقوني هاي الطريقه كلش طيبه. يعني هسه مرات من ما اسويها واجي مستعجله واريد اطبخها هيك قبل، حيدر يقول لا اسوي الصلصه على صفحه، فكلش طيبه تصير. احنا من النوع اللي ما نحط بهارات، بس كمون وفلفل اسود، هاي بهاراتي للدولمه، والطعم والنكهه مالتها تصير رهيبه. ابد ما اخلي غير شيء، فلفل اسود بس شويه نخلي الحراره تكون ظاهره، خليت خاشوقتكم. بعدين اذا احتاجت همينه. هنا أنا عندي الليمون هم راح انزله عليها واصفيه، لانه اكو هو شويه وقع عندي فراح اصفيه. عصرت 3 ليمونات، انتم حسب الحموضه اللي تحبوها. احنا هنا بالبيت يحبون الحموضه تنتل نتل، يعني اذا ما صارت حامضه راح اضطر اخليها شويه ليمون دوزي همينه، عرفتوا؟ وهنا مي الرمان هم راح انزله واصفي. مي الرمان ينطي نكهه، وهاي اثنين ما يختلفون عليه، مي الرمان بالدولمه. نعم صفي كلش زين. يعني هي هم نستعملها دبس الرمان، اي فيكون هذا الرمان طبيعي ويا دبس الرمان راح تصير قنبله مال نكهات. الدولمه دائما هي بيها اشكال، يعني بيها خضروات اشكال، حرامات نضيع طعمها بباقي البهارات صدقوني. واللي يخلي بهارات خليه يجرب مره بلا بهارات ما خسران شيء. هنا معجون الفلفل، راح انا احب الفلفل فراح اخلي خاشوقه كبيره هاي تعادل خاشوقتين زين. وهنا دبس الرمان، دبس الرمان حسب البيت والعائله ايش قد يحبون ايش قد يريدون. احنا نحبه هواي، احنا نحبه هواي. واذا جبتي نور يعني ها هي بعد يعني خاشوقتين اكل، اكثر لا بعد راح يغير لكم، لان هذا الاصلي حامض كلش. اي اكثر لا يغير لنا اللون، يعني احنا ما نريد نطبخه هواي. هسه المعجون، انا معجون اجيب واكثر بيه، لان احنا حيدر شعاره الوحيد بالدولمه حمراء وحامضه ودهينه. اي ولاجعه ولينه لا حمراء يابسه، حمراء ولاجعه ودهينه. اي زين. يحب هيك الدولمه، لو هيك يسوي ناشفه ما ينزل منها مي. اي ما يحبها، بس يحبها يعني هي ممروده بس ما بيها مي، يعني يحبها لينه مو يابسه هيك حب تنأكل مثل التمن. فاني اخلي 4 خواشيق معجون، وانتم حسب اللي تحبوا، كل من وحسب بيته. اكو ناس تحب الدولمه صفرة هسه يقولون ايش قد حكيتي. طبعا مسوي لكم احنا فيديوهات هواي مال الدولمه، حتى مره بيت اختنا المغربيه امينه وجه لها التحيه همين، سوينا الفيديو يجنن كلش حلو كان، سويت لكم اياه يعني فيديو كلش حلو، اتمنى تروحون تشوفوه. والدولمه تاكل ترى هواي ملح. ونحط شويه زيت فوق هاي الحشوه، ويلا يا حبايبي تعالوا هسه خلطوا لي. شوفوا الجمال. هاي النكهات كلها راح تصير يعني سوا، تتلابس سوا. راح الكمون وكل شيء
يراد له وقت يلا يذوب طعمه. فهنا أنا راح تنزل النكهات تذوب كلها يعني سوا، بعدين نخلطها وياها. شوفوا نخلط زين. بس هاي الخلطة الحلوة الجميلة ايش راح اسوي؟ اتركها 10 دقائق بين ما اصفي هاي الهوسة كلها وارجع اسوي الدولمة. يلا بعد 5 دقائق ننزل الحشوة، الصلصة، كل شيء. هنا بيدينا ما نبقي ولا شيء لانه هاي تجنن ذهب. المونة كلها هنا. هسه شنو نخلطها؟ سمي بسم الله ونخلط الصلصة. وهسه راح نبدي نلف بالدولمة وكالعادة طبقات، البصل وراها الباذنجان والشجر وراها السلق. زين طماطة وفلفل، يعني هي الدولمة عبارة عن خضروات. زين وباعوا اللحم لأنه خشن فأنا لازم هيك شلون أراوسها باللف، يعني مو مثل اللحم المثروم هو يكون موزع، فلازم نراوس. اطيب شيء بالدولمة هو البصل، احنا نموت عليه لان تصير اللجعة كلها بيه، يعني المونة كلها تصير بالبصل. يابا بانما الحشوة ما شاء الله هواية، فقررنا نسوي جدرين، هذا جدر وهذا جدر. هذا جدر نور تقول بس لي وحدي زين. اي فسوينا هذا جدر وهذا جدر ثاني. ها يابا اجى دور السلق. اجى دور السلق، خلصنا. يموتون على السلق. اي ياكلون السلق قبل حمودي وكلهم. حمودي يحب السلق هواي. انا وحيدر البصل. البصل اي قضية. البصل قضيتنا. قضيتنا. هسه اليوم مرحلة وصلنا. لفيناه وخلصنا. شنو مرحلة؟ لفيناه وخلصنا منه. بقت بس مرحلة هاي بقى عليها الشغل مو عليها. زين ذاك شنو؟ شغل بقى عليها مو عليها. بقت على الدولمة يعني. اي هذا معجون خليت قلت لكم حامضة ودهينة. فخاشقة معجون ويا المي. هسه بنت تحبس ادير لها مي واخلي لها ماعين او عندكم القبغ مال الدولمة او مال الطاجين. اي المهم تحطون وهاي فالثقل. تعبتني. يابا هسه الجدرية قامت تتبقبق. بعد كلها مي، هاي لازم تنشف. هاي الجدرية الأولى وهاي الجدرية الثانية. واخيرا اللقطة الحاسمة، وجدتي قرايبي وخطاري، فشنو نقعد على الدولمة لما انا وياها وحيدر. شلون راح تقلبون انت خليتي ذني الخبزات قبل ما تخلين على الجدر؟ وانا خليني بعد. يعني تقلبين الدولمة وبعدين تحطين هاي السوالف. صدق؟ والله. ليش؟ تريد تصيري مثل حسام الرسام؟ لا اقلبها اقدر. مو هذا الجدر مو لازم الزم الشاه. يعني قصدي هيك اقلبها. اي قلبيها بس مو خاف تنقلب الصينية قصدي. صدق؟ اي خاف تنقلب. بعد ما راح اقلبها هيك. اي قلبيها بالقلبة التقليدية مالتنا. هي اجمل شيء هي. انا اقدر اقلبها هاي القلبة. شوف هيك. يلا 1 2. لا. مو هاي صارت كبيرة. اي يلا اليوم هالمرة خليني انا اقلبها مو؟ يلا وانت كل مرة انت تقلبيها. بسم الله. انت خليها بالنص، جيبيها بالنص. لا ما اريدها بالنص. ليش؟ مو اريد اخلي ذني ودائما. يلا نقول يا الله. لحد الان ماكو سوائل؟ ماكو قليل الحين ماكو. دولمة هلا 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 ولا اللحم. شنو هاي؟ يلا فسخيه هني فوق. يلا ما شاء الله بسم الله. شلون هي حتى من جوه؟ هي هيك لازم تكون لاجعة. شت يدوكي. بس بعد ما ادري الطعم، بس اكيد الطعم مثل كل مرة. هنجربه اليوم بالرمان. تخبل. شوف ايش قد خلينا معجون واللون طبيعي طلع، يعني سبحان الله الدولمة تاخذ المعجون كله. تشربه شرب. لانه فترات طويلة على النار. ظلت على النار ساعتين. حلو. زين منو منكم يحب الشعبية مال الجدر؟ خليه يكتب لنا. لا منو منكم يحب هاي الفقرة؟ هاي الشجرايه طلعت على صفحه تقول ان شاء الله. هاي كليلي. ايه زين هسه نروح نتغدى ونقعد على الشاي نسولف لكم موضوعنا.
ها حيدر اقول شنو مسوي له؟ خيار ولبن مو جهال كلهم يحبون اللبن ويا الدولمه. ايه طيب يلا نقول بسم الله ونجرب. جرب. انا راح اخذ منها من الطالعات. جرب لانه بس حاره. اولي تقطع فضل تموت تدمر. تدمر على قولة هاي لين دولمة مرتك تقول عليها لا، لا، هيجي. على قولة اكو واحد سياسي ما ادري اجيب اسمه شو يقول؟ قوة ضاربة محطمة مدمرة. هاي دولمة هيك. هاي دولمتنا المحطمة المدمرة. صدق دولمة يعني هاي الدولمة الأصلية. شوفوا حيدر يحبها هيك لينة وصدق هي الأصول، وهذا اللي السوائل طلعت منه يعني بس الدهن. شوفوا لي اللحم شلون صاير. أكيد اللحم يخبط. كافي شهيتني موتتني. وأنا ميتة من الجوع. حتى ما تعضيها اللحم. لا تذوب. تقول شغلة. هسه خطارنا راح يتخبل. خبر والله عشت تقول. يلا. وانصحكم تسوون هاي الطريقة مال الصوصة وحدها يعني الخلطة مال النكهات خلون واحد وبعدين تخطون ويتم. سهلكم العافية. أحسن فقرة هي فقرة الشاي بعد الدولمة. حتى شنو تدوخ الدولمة. لأني راد لها دخلت. قوي قلبك على قولة اخواننا المصريين. واحنا لا السبب بدنا ناكل متاخر انه صح يعني هسه الساعة 7 صارت يعني 6:30 احنا تغدينا. اي فوايد تكتبون الإنارة ضعيفة، الأثاث مالتكم ليش ما تغيروا، مريم مطبخك ليش ما تبدلي فلان شيء، يعني هاي كلها احنا ناخذها في عين الاعتبار يعني اكيد، لان انتم جزء من عندنا صرتوا. فمن هذا المنبر نحب نقول لكم ونبشركم بنفس الوقت، واخيرا والحمد لله لان شنو؟ بيت ما صار. البيت صار لنا الحمد لله والشكر. اي والله بفضل الله سبحانه وتعالى ودعواتكم اللي ما قصرتوا بيها ويانا بصراحه. الله سبحانه وتعالى خلاهم يختارونا من بين اكثر يعني عوائل هوايه المان، ويعني عندهم جناسي حتى تعرفون المانيا يعني ما بيها تمييز ولا بيها تفرقه الحمد لله والشكر. اختارونا بس مو دائما يعني مو دائما، بس انا قلت لكم متفائلين. احنا مره احنا شفنا البيت، صاحب البيت وزوجته كانوا ناس كلش محترمين ولا اخيرهم عليكم وحبونا بصراحه، واكيد غريناهم بالاكل العراقي يعني قلنا لهم راح نعزمكم على اكل عراقي. لا هي شلون سالتني قالت شنو قناتك؟ ايش فقلت لها انا يوتيوبر وهاي، قالت شو تسوين يعني بالقناه شنو المحتوى؟ فقلت لها المحتوى يعني اكثر محتوى عائلي طبخ محتوى عائلي طبخ. قالت يعني تطبخين انتم يا دوله؟ قلت لها العراق. قالت يعني طبخكم عراقي؟ قلت لها ان شاء الله من اقعد هنا اذوقك الاكل العراقي. والله اني على نيتي. احنا عراقيين تدرون بينا يعني اي شخص نتمنى يعني اجنبي نتمنى ان يذوق الاكل العراقي، حتى شنو؟ حتى نتباهى به، لان احنا نعرف شنو المطبخ العراقي مع احترامنا كل المطابخ العربيه يعني. فهي كلش كيفت قالت لي اكيد راح اجرب، اكيد يعني انا راح اجرب الاكل يومكم. المهم يعني هو مو هذا السبب بصراحه، بس هم اختارونا قالوا احنا اختاريناكم من هواي عوائل لان انتم عائله وعندكم اولاد وهذه، فانه البيت يناسبكم. والحمد لله والشكر وقعنا العقد، والعقد صار بالجيب، وراح تشوفونه ان شاء الله من بعد شهر الثالث بغير بيت. بعد شهر الثالث؟ اي من بعد شهر الثالث يشوفونه بغير بيت. بس بعد احنا شهر الثاني. اي من بعد شهر يعني نهايه الثاني يعني بدايه الثالث قصدي. اي بدايه الثالث راح تشوفونه بغير بيت. واكيد هاي الاجواء مال الشيله وشراء الاثاث وهاي الامور كلها راح تكونون انتم على اطلاع بها. شقتنا همينا جونا عائله وانطيناهم شقتنا يعني هنا بالمانيا يسموه ناخميته، يعني يجي مؤجر من بعدكم. فحكينا ويا ابو الملك مال الشقه مالتنا وقلنا له اكو مؤجرين، وبالصدفه هم طلعوا عراقيين من اخواننا الايزيديه الحمد لله وشكر. فرحت لهم كلش هواي. اي والله فرحنا لهم. نقول لهم مبروك عليكم. عادي وكلش هم حبوا البيت وكلش كانوا مكيفين بالبيت، فبالعافيه عليهم. هي تابعت القناه مالتي، فقلت لها انا راح اقول بالقناه اجرت، وقالت لي انا راح اكتب بالتعليقات اقول لهم انا اي. فان شاء الله يا رب يسعدهم بهذا البيت. والله احنا هذا البيت هم نحبه بصراحه يعني. النبي ذكريات حلوه صارت بيه
يعني الحمد لله وشكر. صعبه واحد من يغير بيت، بس احنا مجبرين يعني على مود مطبخ اكبر، بيت اكبر، واكو امور احنا يعني بداخلنا حابين نسويها، واكيد انتم لكم همينه احسن يعني الفيديوهات راح تكون اجمل. فهناك راح تتغير الاناره وراح يتغير الاثاث وهواي شغلات راح تتغير هناك ان شاء الله، بس مو كلنا بيوم واحد ولا كلنا شوي شوي انتم ويانا بالتدريج مرحله مرحله تعرفون يعني موضوع راح يكلف هوايه. فالحمد لله والشكر. من يوم ما قدها وقدود خوش تقشمر بيه حيدر قدها وقدود اكيد ان شاء الله ما نقصر. واحد اذا على بيته يقصر من يعني بعد مشتغل وتعبان فهو هذا السبب اللي كان مأخرنا. الحمد لله والشكر انحل هذا السبب الموضوع وراح تكون الامور كل شيء تمام. قلنا نقول لكم اكيد لان نفرحكم ويانا ان انتم تفرحونا اكيد. اللي وصل لهنا لا تنسون مشاركه الفيديو وتحطوا لنا لايك وتكتبونا بالكومنتار او بالتعليقات آراءكم ومقترحاتكم، شنو نشتري، شنو نسوي، شنو نشبيه بالبداية، يعني انتم شاركونا آراءكم وافكاركم. واكيد باقرب فرصه راح اصور لكم البيت. نحاول نصور، لان هو شويه صعبه لان هم بعدهم بالبيت ساكنين، اكو ناس ساكنين، فش يعني اذا قدرنا نصور ان شاء الله، واذا ما قدرنا فهو اول وتالي بس يفرغ البيت انتوا ويانا. بس نوعدكم راح نخليكم خطوه بخطوه ويانا ان شاء الله. ان شاء الله. يلا نشوفكم فيديوهات جديده ان شاء الله، ودمتم في امان الله. باي باي.